السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. لو تكرمت فعل الجرس ليصلك كل جديد. لا غير نحبس هذا. طيب شكرا سي جمال. هو سي جمال راه ماشي ما عطاكمش شي اسئله ولا هذا باش غتردوا عليه، هو فقط كيتكلم على التاريخ ديالو اللي كان كيتكلم فيه وكمل فقط، ما سأل حد وشرح قال بانه ماشي لاستصغار شي حد ولا هذا، لا لا ابدا ابدا، حنا راه كنناقشوا بيناتنا. السي لا عبد اخي، الله ما خذ قلناش 4 دقائق. حنا ضرب ولا نقص، ولا قلنا برك باش نشفاو على الكلام، لانه طيب كاين امور لازم تعقب عليها، كاين بعض الامور لازم تعقب عليها. لم يطرح سؤال بصح كاين تعقيبات، لم يقل كل شيء صحيح. طيب وحتى الاخ اللي تفضل ودار المداخله تاعو قبل لم يقل كل شيء صحيح. هذا ماهوش قران اخي الكريم. طيب اذا طيب طيب هانت اذا باش شوف. نشفاو الى عبدال هذا مغربي، اذا يتفضل يخليني نجاوب ومن بعد يهضر هو، لانه من بعد نطول نزيد نشفى انا على التدخل تاع عبدال بزاف انا اخي. انا رانا غادي زوج، نحاول وهي هي من نديروا الاحسن لو كان 4 خليت دقائق. زوج. من شوف شوف الاحسن كيما كنا زوج كنا احسن. راك فاهم نديروا اخي؟ 4 دقائق، نديروا 4 دقائق ياك ونرجع لك. سي عبد الله تفضل اخويا. السلام عليكم سي عبد الله، المايك ديالك السلام مسدود. عليكم وعليكم السلام وتحياتي. ورحمة الله. السلام عليكم وتحياتي للجميع. المهم الموضوع غير بالنسبة لقضية الإنسان خصو يرد على جميع المداخلات. أحيانا ربما الإنسان كيعطي رأيه، كاين الحاجة اللي يقدر يجاوب عليها، كاين الحاجة اللي ما يقدرش فيها الوقت. نظن بنادم ما راش في البرلمان ولا في مجلس الأمن باش غادي يبقى يجاوب على أي حاجة، وما رحناش هنا في اتهامات. حنا كل واحد كيوضح أمور اللي هي تاريخية اللي فيها اختلافات كثيره، وكل واحد كيعطي وجهه النظر ديالو. ممكن توافقوا شي مرات في سميتو، وامور تبقى معلقه، تبقى اسئله، تبقى كذا. ليس ملزما باش الانسان غادي يعني خصني نجاوب على هذه بالسي وخصني ندير هذه ولا ندخل ولا نقاطع. هذا نظن ماشي منهاجي. اما بالنسبه يعني الموضوع اللي راكم طارحينه هو قضيه العقليه المغربي والجزائري ومشيتوا للتاريخ، انا كنعطي واحد ما غاديش نغوص في التاريخ، ولكن اللي نعرفوه أن المغرب شهد المفهوم الدولة منذ عهد الأدارسة، وتعاقب الدول كانت بطبيعة الحال تمردات. كاين يعني قبائل اللي كانت أحيانا تمرد على السلطة المركزية، ولكن سرعان ما ترجع الأمور إلى نصابها. بمعنى من كنا نهضروا على المفاهيم ديال الدولة كيف تشكلت، وبطبيعة الحال الدولة من تجي مور دولة أخرى كتكون بعد الفترات اللي ما تكونش فيها الدولة المركزية فرض السلطه ديالها على جميع الاقاليم، كتكون ما يسمى احيانا ببعض القبائل اللي هي ديال السبا الى اخره. مثلا من نهضروا على الدوله العباسيه، المركز كان هو بغداد. الدوله الامويه دمشق. العثمانيين الاستانه ولا اسطنبول كما حاليا، وكانت شامله مجموعه الدول. من نهضروا على شمال افريقيا كنهضروا على السلطه المركزيه اللي كانت سواء في مراكش ولا فاس، وكانت معروفه الدوله المغربيه اللي كانت هي عندها في شمال افريقيا دول. بالنسبه القطر الجزائري نعرف بان الدوله العثمانيه ولا واحد الفتره من الفترات كانت يعني نعرف بانها كانت دوله بحريه، والاسطول ديالها كان تقريبا يحكم غير الشواطئ ديال الجزائر. يعني ما كانش جيش اللي ممكن يشكل يعني شي قوه داخل التراب الداخلي، لا شفنا التراب الداخلي الجزائري. وبذلك كانت يعني القوه فقط هي بحريه، وكانت يعني مكونه بعض القوات اللي كانوا يعينهم تما ما يسمى بالدايات، ومن بعد كذلك البايات الى اخره. اللي يهم في هذا كله، نحن نعرف كذلك من نسمعوا من بعض الإخوة الجزائريين أن مؤسس الدولة الجزائرية هو عبد القادر الجزائري اللي كان في القرن 19. هذا نسمعوه من جميع المؤرخين، لأن في الدراسة التاريخية ما تشهدتش الجزائر شي دولة مركزية. واللي حاول أمير عبد القادر حسب يعني بعض التحليلات ديال بعض المؤرخين أنه يشكل الدولة الجزائرية، ما سموه بالدولة الجزائرية الحديثة. بعد ذلك يعني فرنسا عرفنا كيفاش تعاملت مع الشعب الجزائري والاستعمار اللي كانت فارضه في المنطقه. لذلك انا كنشوف بان الى شفنا العقليه ديال المغربي والجزائري كتختلف من ناحيه هذه المركزيه هذه. ان المغربي ربما يتميز نوعا ما بانه كانت عنده واحد الولاء، واحد السلطه اللي هي اما تدوم بعد قرون وقرون، بعد ذلك يعني تجي دوله اخرى. واما الجزائري كان عنده واحد النوع دائما من ذيك الثائره، انه دائم ثائر، لان ما كانش عنده تحكم واحد السلطه مركزيه. وهذا ما وقع حتى في القتال ديال عبد القادر الجزائري اللي ما تمش عليه واحد الاجماع. وبعد ذلك يعني
كل واحد كيفاش يعتبرها، واش تسلم ولا باع الماتش بالنسبه لفرنسا. لذلك كنشوفوا بان العقليه اللي نهضروا عليها حاليا واللي هي تهمنا حاليا بيننا وبين الجزائر، وهو ان هناك قانون دولي وكاين امم متحده اللي كتنظم هذه الامور، وكاين حقوق وواجبات على الشعبين تجاه بعضهم البعض. وعندنا مثلا حنا امورنا اللي معروفه تاريخيا اللي وقعت في واحد الفتره من الفترات ديال المقاومه، وهي مثلا الصحراء الشرقيه، وما عندهم مطالب اخرى، دول اخرى، تونس عندها كذلك. المهم هذا الامر هذا اظن سيحسمه القضاء الدولي والقانون الدولي 4 دقائق وليس فاتت يا فقط. اخي. ايوا انت اللي راك قابض الميكرو، قابض انا الكرينو. نهضر مع انا نهضر مع مول لايف. 4 دقائق فاتت، قال 4 دقائق، 4 دقائق ايوا فاتت. ولكن هو يهضر ماشي انت تدخل كل خطره كتدخل بواحد الطريقه اللي واش راك حابنا تقول قبيله غادي نصحح لهم وندير لهم. شكون انت لا لا، تسمع؟ طيب القاست طيب القاست فيه طيب بزاف فاهم راسك مغاربه، شويه. نحن نطلب العدل، هذا ما كان. حنا طلبنا طيب العدل، هذا طيب ما كان. طيب نحن طيب نطالب طيب بالعدل. على في الكلام سي محمد، راه على إلي في النقاش. 21h17 لا لا، يعني في بدا نقاش، والنقاش بدا لازم 4 يكون دقائق متوازي. سي لازم عبد الله. يكون نفس الاشخاص ونفس، ما يكونش زوج جزائريين وخمسه مغاربه. من المحال اخي الكريم، ما نقدروش نناقشوا. باش ما ندير نقدروش السيد راه نناقشوا عارف اخي. واش راه يدير. سي عبد الله، معليش عندي انا راح ندير مداخله تاعي ديريكت. هاي فاتت 17 على كل حال، هاي قريب 18. احسب لي من 18 4 انا دقائق. نحسب اوكي لك من 18. تفضل. اوكي صح. انا راح نرد على 4 مغالطات. المغالطه الاولى نتاع الاخ بيس، المغالطه الدوزيام تاع الاخ بيس ثاني، وزوج مغالطات قالهم الاخ الوجدي. اولا اشكر الاخ جمال انه فند كلام، انه اكد كلامي، وقال انه كانت هناك انقسامات عديدة وكثيرة وأكثر من بوحمارة وأكثر من دولة برغواطة اللي بقات 300 سنة. الأخ بيس قال أنهم هادو مغاربة. أنا لم أقل أنهم ليسوا مغاربة، أنا قلت كانوا منفصلين على الحكم في المغرب، على مملكة مراكش ومملكة فاس. كانوا منفصلين تماما عن الحكم مدة 300 سنة، مش 20 سنة، مش 25 سنة، مش 23 سنة، مش 40 سنة. هذا أولا. وهذا اللي كان يتكلم عليه بيس، وكان يقول أنه كان حاصل في الجزائر نفس الشيء كان حاصل في المغرب. هذا أولا. ثانيا، الأخ بيس قال أنه لم تكن مقاومة ولم يلتفوا حول الحكام هذا ما يثبت أن عقلية الجزائري عقلية جمهورية لا يؤمن بالحاكم. الحاكم هو إنسان يشتغل عند الشعب، يجي يخدم ويروح. نحن نؤمن بالأرض، وما يثبت أن الجزائريين قاوموا على الأرض. يروح يبحث الأخ بيس عن المقاومات الجزائرية، قبل ثورة التحرير المجيدة أول نوفمبر 54. يروح يبحث على مقاومة الأمير عبد القادر مثلا، اللي الأخ عبد الله قال لك خائن. سوف نعود إلى هذه النقطة. على لا ما قالش مقاومة خائن، لا ما لا قالش على خائن. على مقاومة معليش على مقاومة لالا فاطمة نسومر، على مقاومة المقراني، الشيخ المقراني، على مقاومة الزعاتشة، على المقاومات، وما زال نقدر نذكر. نحبس هنا لأنه الوقت لا يكفي. نفس الشيء اللي راح نقوله اليوم. أنت ولاؤك للملك وأنا ولائي للوطن. أنا ولائي للأرض لا للأشخاص. إذا هذا الباي أو الداي ذهب في حاله وترك السلطة للفرنسيس، فالشعب الجزائري لا يؤمن بالباي أو بالداي. نحن لا نمشي تحت صباط الفرنسيس مثلا لأن الباي قابل بهم، لا أخي الكريم، أو بقى في السلطة تحت أمرتهم، لا أخي الكريم، لن نقوم بذلك. والحمد لله المقاومات أثبتت ذلك. وهذا هو الفرق طبعا بين من جاءوا الفرنسيس وهو قعد في السلطة، وبين من جاءوا الفرنسيس وترك السلطة وخلى الشعب الجزائري يقاوم من أجل أرضه. يعني كاين فرق كبير. ما عندناش حنا واحد خان الوطن، ما كانش، مشى مع السلطة. ولو الامير عبد القادر كان يريد ان يخون الوطن، كان نابليون الثالث يتقرب منه ويريد محاباته. وكان الامير عبد القادر يرفض ان يعامل من غير على انه سجين، لانه كان سجين في فرنسا قبل ان يخلى سبيله ويعطوا له القرار وين يروح. هو اختار طبعا سوريا الشقيقة. إذن لو كان الأمير عبد القادر خائنا لطلب من نابليون طروا الذي كان يتودد له، وروح أقرأ على نابليون وعبد القادر، تعرف كيف كان يتودد نابليون لعبد القادر في فترة سجنه في فرنسا. لو كان خائنا لطلب فقط من نابليون أن يكون
هو حاكما للجزائر تحت السلطة الفرنسية كما كان السلطان العلوي طبعا، لا كان له ذلك ولا حكم الجزائر، ولن تجد فرنسا شخصا يستطيع التأثير على الشعب الجزائري كالأمير عبد القادر. هذا أولا. أمير عبد القادر كذلك أعطوا له سوريا لكي يحكمها تحت السلطة الفرنسية ورفض. إذا كان هذا الأمير عبد القادر الكبير خائنا فقل لي أين الخيانة في هذا، بما أنه لم يمشي تحت صباط الاستعمار. هذا شيء ثاني. قالوا الأخ عبدال على الأمير عبد القادر. هناك أمر آخر قيل، نسيته. الأمر الرابع نسيته. قلت لك ننساه أخي، قلت لك ننساه. أمر مهم جدا 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 جدا. ما كانش مشكل، ما كانش مشكل. تأسيس لا تأسيس الدولة الجزائرية الحديثة. قال أنه كل المؤرخين يقولوا أن الأمير عبد القادر هو مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة بمفهومها الحالي وليس بمفهومها السابق. أما تأسيس الدولة الجزائرية، أنا نقول الأخ الوجدي يروح يبحث مثلا على مملكة نوميديا مثلا نوميديا التي حكمها وأسسها جزائريين، هم أمازيغ من شرق البلاد، ليسوا من منطقة القبائل بل من شرق البلاد، لأن هناك منطقة القبائل في الوسط، وشرق البلاد هناك الشاوية، وغرب البلاد هناك الشلوح، في وسط البلاد الوسط الغربي هناك الإيشنويين، ما نقول عليهم الإيشنويين، وفي جنوب البلاد هناك التوارق أو الطوارق كما يقال باللغة العربية، احنا نقول لهم التوارق. طيب. إذن خليني برك نكمل برك في النقطة هذه. أما من أسس الدولة الحديثة كما قال هو السعديين، ونعرف احنا السعديين جاوا من السعودية، هذا أولا. قالوا الإخوة المرابطين جاوا من بلد شنقيط. تشافين ليس بمغربي. قالوا الموحدين حكمها الكومي النضرومي التلمساني، وكل من حكمها كانت من سلطة الكومي التلمساني وهو جزائري. إذن من وحد المغرب بعد كل هذه الانقسامات هم ليسوا مغاربة. وبارك الله فيكم. وإذا حبيتوا تزيدوا نناقشوا ما عنديش وقت. لا نروح غير زيد له الوقت. نروح لانه نخدم والله غير نخدم. اعتذر نخدم خوتي. بارك الله فيكم. انا نهبط. السلام عليكم. طيب سي جمال، ومن بعد سي عبدال غنعطيك حق الرد. سي جمال. لا السلام عليكم. صراحة بغيت انا هذا حق الرد هذا. الله يرحم والديك. عبدال وقيلا نعطيو المغربي. انا خليني بعد، انا خليني في الاخر. واخا. السلام عليكم، تحيه لكم جميعا. تحيه الاخ نعيم والاخوه والاخوات الموجودين معنا. والله الى التاريخ الدميري الى هذه صراحه المهم ما عليناش. اولا غادي نبداو بالقضيه ديال مملكه نوميديا، للاصل ديالها تونسي، وهما الماسيل اي اسياد البحر بالامازيغيه، الذين ارسلوا ابنائهم ليستقروا في شمال الجزائر، وكانوا يسمون بالماسيسيل أي أبناء أسياد البحر. ثم اندمجوا وكونوا مملكة نوميديا. القضية ديال مملكة نوميديا صراحة خاص الجزائريين ينساوها لأنها غير صحيحة. لا ما تقدرش تهضر كيما هذه خويا، لأني ندخل. ليس الجزائر. أنا ما قطعت حتى شي حد يا أخي، أنا ما قطعت حتى شي حد. أطلب منك ألا تقاطع كلامي وتعاقب من بعد. المغربي شوف خويا المغربي، إذا كان لك تعقيب. ضعيف اذا ما بغاش يحترم هبطو. تكلم في تاريخ. اذا ما بغاش يحترم هبطو. انا غادي نكلمك في التاريخ. انا غادي نكلمك في التاريخ المغربي. اذا ما بغاش شوف، اذا ما بغاش يحترم الوقت هبطو. حبس الميكرو جمال. يتكلم فاش ما بغى. التاريخ المغربي فاش ما بغى. الوقت سيتو. حنا نصوفوا المغرب ولا الجزائر ولا مصر ولا يحترم الوقت سيتو. اما الا بغى يهضر ويبعني ويقول اللي بغى ويقول الخيانه والخيانه حنا مستعدين، ما كاين حتى مشكل. طيب تفضل مغربي. المهم انتهينا من مملكة نوميديا، سننتقل للتاريخ المغربي. صراحة أنا لا أناقش الجزائريين في التاريخ. كابن مدينة فاس عندي 4 ساعة باش نهود المدينة القديمة لفاس، أو ما نسمونه نحن بالفاس البالي. غادي نتسارى في الأزقة، غادي نمشي لمولاي إدريس، غادي نمشي لجامعة القرويين، جامع القرويين، المدرسة البوعنانية، مكتبة القرويين. غادي ندور في الأزقة، وغادي نمشي للشراطين، صفارين، نحاسين، باب بوجلود، وغادي نشوف الصناعات التقليدية، وغادي نشوف شحال المسائل التي لا توجد في الجزائر. هذه من ناحية. فاس المدينة العمر ديالها 1232 سنة، هذا العام احتفلت بهم. وكذلك بجميع المدن المغربية.
كانت مراكش، كانت الرباط، كانت سلا أو شالا، كانت طنجة، كانت مكناس، كانت أي مدينة. نحن عندنا التاريخ ديالنا ملموس، نراه بأعيننا وتنشوفوه وتنظروا تفضل فيه. خويا. انتم التاريخ ديالكم مسموع. 132 سنة احتلال فرنسي أو استوطان فرنسي، 315 سنة احتلال عثماني، ومازال تجي تكلمني في التاريخ. أين هي مدنكم العتيقة؟ أين هي صناعتكم التقليدية؟ أين هم عواصمكم التاريخية؟ نجي تقول لي انايا الجزائريه، وهذا الجزائريين كانت دوله وظيفيه للعباسيين تارة، ودولة وظيفية للأمويين تارة أخرى. ثم عن الباي أو الداي بالجزائر كانوا يعانون من السلطة المركزية بالباب العالي، بينما الباي في ليبيا أو في تونس كانت لهم une sorte d'autodétermination، وكانت استقلالية. وكان المرغوب منهم هو فقط البيعة للسلطان العثماني. فلا تأتوا وتكلمونا عن التاريخ. أما بالنسبة للعقلية المغربي والجزائري، أنا غادي نقولها لكم دابا. الجزائري عنده أزمة هوية، تيحاول ينسب التاريخ العثماني والمغربي والفرنسي والتونسي وغيرهم إليه. راك فت عنده 4 هوس دقائق جنون خويا العزيز، العظمة. راك فت 4 دقائق. خلاص عليك الوقت. السلام ستويكا. عليكم. لا مازال ستويكا. كملت 4 دقائق باقا اخي. لي يلاه دقيقة، 3 باقا لي دقائق. عندك دقيقة. هوس جنون العظمة وقاطعتيني من الفوق. غادي نزيد دقيقة واخا فهمتني هذاك. ما عجبكش الحال نزل. انت انسان ما دخلش في الخير. ما عجبكش الحال نزل. ما عجباتك الهضره نزل. لا، فهمتيني؟ ما نزلتش، تجيش ما رانيش تتكلم مع عندك. الناس سير مع الناس اللي عندك. عندهم تاريخ. انت ليس ستويكا. لديك ستويكا. تاريخ، عندك هوس مغربي. جنون العظمه. مغربي. تتصغر تونس وتدخل عليها اختك الصغرى. ستويكا. وتونس الله حنا يهديك. تنعرفوا وتنعرفوا التاريخ ديال تونس. فلا تاتيني هنا باش تقول لي عندي تاريخ. أنت ليس لديك تاريخ. أنت دولة مصطنعة. أنت تتكلم سي المغربي. عن الحدود الموروثة. شوف، مغربي. تتكلم عن مغربي. الحدود الموروثة. شوف فأنت السيناعين، تعترف الناس بنفسك تجي عندنا أنك مغربي. عندما تتكلم عن الحدود الموروثة، خليني نتكلم. خويا مغربي، انت تجاوز عفاك هذاك الكلام. عندما تتكلم عن الحدود جريحي. الموروثة فأنت تعترف بنفسك أن الأرض طبعاً. ليست أرضك. فهناك لا، وريث يرث أرضنا عن الموروث، وحدها. والموروث لم يمت. مصادر فرنسا حية شرواء. ترزق. فرنسا حية ترزق، لم أرواح. تمت بعد. حية ترزق. عندنا 100 فهمتيني؟ أرواح. أرواح أنت ما تجيش أرواح. تتكلم مع المغربي على التاريخ. لا تأتي لا أنت ولا الدومير ولا الرئيس ديالك ولا أي جزائري يجي يتكلم مع المغربي على التاريخ. فليس لديكم تاريخ. أنا أقولها لك من الآخر. عجبك الحال ولا ما عجبكش؟ ليس لديكم تاريخ. أنت تتكلم عن العظمة والقوة وتقول إحنا قارة. القوة العظمة لا تقيم بالمساحة. الجزائر يقول مغربي. لا حول ولا قوة إلا شكرا بالله. ستويكا. شكرا اخويا، راك كملتي 4 دقائق. اعطيوه عفاك، اعطيوه المتسع د الوقت. الاخ المغربي ستويكا. خلي اعطيوه ستويكا، اعطيوه حبيب. زيدوا له الوقت، الله يرضى عليك، زيدوا له الوقت. تفضل. شوف الكريم دائما هو اللي يحسن. زيدوا الوقت، ما كاين حتى مشكل. حنا ما كنخافوش بالمسائل وعنده الحريه يقول اللي بغى. المهم حنا ما كاين حتى مشكل في اطار الاحترام بيان سور. ستويكا الميكرو ديالك مقفل. راك تسمع فيا؟ اسمح لي. قلت كنسمعك لك انا دابا، طلعت كنسمعك. تفضل. انا طلعت لان الموضوع الاساسي يعني عقليه المغربي والجزائري. هذا هو الموضوع الاساسي. ذكر يعني انا طحنا واحد يقول طحنا لي في التاريخ واحد وما يقول كنتش لي أنا انتم بغيت ندخل في التاريخ. ما عندكمش تقاليد، ما عندكمش هذه. يعني رانا طحنا. يعني هذا ما عنده حتى اخلاق. ولا انا بالنسبه لي هذا الانسان بكل صراحه قليل الادب. خويا ستويكا. لان انا نقولها لك خويا العزيز. خويا ستويكا، انت راه لان الى الموضوع 21 ديالك 30 الاساسي موضوع ذكي. موضوع ذكي. 30. شوف خويا ستويكا، ها هي 30. عندك 4 دقائق ديالك، تفضل. خلاص انا شوف خويا العزيز. انا زيد له. لا خويا، انا نطلع نكلمك في عقليه المغربي والجزائري. المغربي والجزائري انا نكلمك في الموضوع ديالك، ما نكلمك انا لا في التاريخ لا في الجغرافيا. فهمت؟ لان الجغرافيا عندها ناسها والتاريخ عندهم ناسهم. راك فاهمني؟ ما الكلام في تيك توك راه ما يدي ما يجيب. نتكلموا الان في حاجه مهمه ننفعوا بها الاخوه المغاربه والاخوه الجزائريين. هي العقليه. العقليه اولا. الله يعطيك الصحه. العقليه واش يجمعنا الدين، يجمعونا التقاليد. اخي ماتادور، واش مغربي ولا جزائري؟ نعم. ماتادور اخ ماتادور، واش مغربي ولا جزائري؟ انا على بالي مغربي. غادي تسمح لي غنزلك، ومن بعد
وطلع، اولا ناخذ البلاصه ديال بيس. سي نعيم الا بغيتي تنزلني نزلني، انا غادي ننزل لانه صراحه هذا الانسان هذا كان تيقاطعني ما خلانيش نكمل الكلام ديالي. غادي ننزل لان ما يمكنليش نتصنت لشي واحد بحال هذا. لا انت ما تصنت ليش، انت قليل الادب، اهبط واللي تيقاطع شنو ماشي قليل الادب، اللي تيقاطع الناس ماشي قليل الادب. المغربي عافاك ما اللي ندخلوش تيقاطع الناس ماشي قليل الادب. المهم السلام عليكم. قليل الادب. شكرا انت قليل الادب بكل صراحه، انت قليل الادب. انت قليل الادب لانك راك داخل في فتنه، ما راكش داخل في الصواب بين الدم كاين. تفضل خويا، تفضل ستويك. نكمل خويا العزيز، قلت لك يجمعنا الدين ويجمعنا التقاليد ويجمعنا الاخوه ويجمعونا بزاف صوالح، ويجمعنا حتى التاريخ في بعض المحطات. السي جمال قبيله تكلم على دويلات بين الجزائر والمغرب، صح كاينه منها، كانوا هناك بعض الدويلات مقسومه بين الجزائر والمغرب، ولكن تعد عندها كما قلت لك قبيله، وضحكت قلت لك جد 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 جدي. راك طالع الفوق، راك طلع السي جمال، راه طلع تقريبا طلع 6 قرون 7 قرون 10 قرون، راك فاهم؟ تماما. نتكلموا في 2023. ما هو ما الذي يجمعنا، ماشي المال الذي يفرقنا. ليفرقنا سهل اخويا العزيز. درك انت تنوض تسبني ولا انا نوض نسبك ولا نصب هذا ولا هذا يسب ولا انا نحتقر التاريخ المغربي ولا المغربي يحتقر التاريخ الجزائري، انا نتسب وخلاص. سهله، العيب سهل كما نقولوا، العيب سهل تماما. نعم تماما. تفضل. اكزاكتوم فوالا. دونك حنا واش رانا حابين حنا رانا ناس كبار. حنا جو بونس كو اللي رانا نهضروا راه الصغير فينا يكون في عمره 35 حتى 40 سنه. الصغير انا في عمري 65. الله يبارك عليك، ربي يطول لك في عمرك الاخ الكريم. يا ربي. دونك كيسكي نو رابروش هذاك هو اللي لازم نجمعوه. انا لو سوجي اللي عجبني لان كل ما تدخل لايف جزائري ولا مغربي هذا يضرب في هذا يسب في هذا وهذا داخل في هذا. الاخ الكريم اللي طلع قبيلته وقعد يحتقر في التاريخ الجزائري يروح لعند هاد لي لايف ويلقى عنده محتوى عند هاد لي لايف. ولكن اللايف ديالك راك داير محتوى ذكي. ما تقريبا العقليه الجزائريه المغربيه كيف انا احبابي وخاوتي واللي عرفتهم في الغربه واللي عرفتهم وانا صغير طالب واللي عرفتهم مغاربه، وحتى المغاربه تروح تسقسيهم تلقى الجزائريين ما عندناش خلاف في الواقع. ما كانش خلاف في المواقع اللي كاين الخلاف. المواقع اللي رانا دايرين تشوشره ودايرين الزغاريت ودايرين السبان والعياط وكل واحد انا السي وانت السي. ولكن الحقيقه هذه هي الحقيقه. احنا خاوه وربي ان شاء الله ينحي هذه الفتنه هذه. وخويا العزيز سمحوا لي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا خويا، بارك الله فيك. صحيح، مع السلامه خويا. وبقى معنا، الله يجازيك بخير. بقى معنا، بقى تسمع المداخله ديال السي واقيلا. يبقى معنا ما يمشيش. عبد الله راه بغى واقيلا حق الرد لانه ما سمع شي حاجه. الا بغيتوا تهبطوا لي انا هبطوا لي وعطيو الاخوان يتكلموا، لان يكون حوار الله يرضى عليك. لا سي جمال، انا استفدت منك بزاف. شوف سي جمال، انا استفدت منك بزاف تاريخيا، اسمع لي مليح، لانك انسان رزين وانسان تتكلم بصواب، تتكلم بحكمه وتتكلم على كل منطقه المغرب العربي بدون بدون حسابات. انا لما نحبش خويا العزيز اللي يطلع ويحتقر لي بلادي الجزائر، يسمي وقالها كيما هذاك اللي قال مثلا قال القراصنه. كلمه القراصنه هذه جات من الاوروبيين، من المسيحيين، هما اللي كانوا يسموا المغاربه ما بيناتهم المغرب والجزائر وتونس كانوا يسمونا القراصنه. وحتى راك عارف باللي كانت هناك معاهده 1651 بين ملك البرتغال وبين بين ملك شارل الثاني تاع بريطانيا، اللي عطى طنجه فديه باش يتزوج بنته. علاش؟ لانه هو خدا بطنجه، لان بالنسبه ليه الاسطول المغربي كان يتحكم في جبل طارق، وكان يطلب فديه ليدخل يخلص.
هذه طيب حقيقه شوف الاخ تاريخيه. طيب السي محمد، انا كلمك هذاك الاسم ما بغيتش، بغيت نكلمك بالسي محمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى معنا الله يرضى عليك، والهدف ماشي هو التجريح خصوصا، ويكون واحد النقاش اكاديمي بيناتنا وانتيليكتويل ايدوريتي انتيليكتويل، وكون على يقين ان الاخوان المغاربه كاينين بزاف والاخوان الجزائريين بزاف اللي غادي يعطيوك ساتيسفاكسيون اونتيير كروابا. شوف الا كان اللي كيقولوا بعض الاحيان كيبدا الحديث بواحد النوع من الصراع، ربما الاخ تكلم على القراصنه وانت شعرتي بنفسك يعني الاخر يمكن. على اي حال انا قلتها في يا الاول، قلت استاذ راه جمال الواقع. صلي على نعم النبي، سيدي يا استاذ جمال. صلى الله عليه وسلم. شوف احنا رانا كلنا مغاربه، اوني توس دي تماما مغربه كامل. اكزاكتلي فهمني؟ هاد تماما. الناس اللي راهم في اوروب ما يفرقوش بيناتنا، ماروكان الجيريان لا تونيزيان، راهم ما يفرقوش. لا لا صح ولا لا؟ لا اوكي، ما يفرقوش. احنا اللي رانا خلقنا الفرق والفتنه بيناتنا. انا تماما تحسب انا دمي ما يكوينيش باش كي نعقب من فرنسا لالمان، ولا من فرنسا لسويس، ولا من فرنسا لاسبان بلا والو، هكذاك تجوز ديريكت، وكي تلحق بين الجزائر والمغرب من بني حيط. تحسب انا الدم ما يشعلش فيا انا؟ تحسب انا انسان ما راني سي محمد حابها؟ سي محمد انا قبيله راه قبيله انت ملي هضرتي معايا وربما ما فهمتينيش، قلت لك اودي احنا في الواقع رانا قلتها لك، في الواقع كاين تقارب بيناتنا في هذا الباب هذا. تاريخ كاين تاريخ، وانا حتى الاجابه الاخ قبيله شعرت بها بحال شويه، قلت له يا اخي انا ماشي من ديك النوع اللي غادي يبقى يقول الجزائر ما عندهم تاريخ، او تونس ما عندهم تاريخ، او مصر ما عندهم تاريخ، وحنا انا هذاك جنون العظمه وديك الشوفينيه اللي هي بعدا عند القوميه العربيه بصفه عامه، واخا ما نكونوش عرب، واخا حنا امازيغ، ولكن متاثرين بالاخر. انا ضد هذه المسائل هذه، ولكن كاين وقائع تاريخيه. انا قلت لك نقدر نتكلم لك على اللي قلتي، اللي ما عرف شكون اللي قال على القضيه ديال الريف، على القضيه ديال البحماره، على القضيه ديال الصراعات اللي كانت اللي كيتبدلوا المماليك الى اخره. هذا الشيء كله حنا ما كنخافوش منه، كنعرفوه، هذا حقيقه تاريخنا وقريناه. يعني ماشي قريناه يعني احنا التعليم ما كيقريناش، يعني كيقرينا المرابطين الموحدين وصافي، ولكن قريناه يعني بالطرق ديالنا. وانا جو سوي باسيوني ديستوار باغ ما مير ديجا، اللي كان عندي 5 سنين وانا جو مو بين هذه 60 عام وانا جو مو بين دون ليستوار، وعندي لي كريتيك. Pour vous dire, moi je vous demande s'il vous plaît, vous êtes une personne intellectuelle, je sens que vous êtes une personne intellectuelle, je vous prie et je vous recommande de chercher les mémoires du général de Bourmont et de les lire. Je les connais, ne t'inquiète pas, c'est le fils du roi Charles, mais je les connais. L'État algérien avant 1830 existait, il existait. يا أخي شوف les choses sur lesquelles شوف اسمعني شوف كاين امور اللي ما يمكنش الانسان فيها، لا من الجانب المغربي ولا من الجانب الجزائري، وكاين امور اللي فيها تاويلات، هذه كنقدروا نعرفوها، فهمتي؟ ما تخافش من هذه القضيه هذه. انا راه حسبني في جنبك، الا طلبتك ربي غينتقم منك، اذا كن على يقين. فلهذا طلبت منك باش تبقى معنا، وباش حتى الا جاو اخوان اخرين وتدخلوا في اطار ادبي بيناتنا، لان والدينا كان عندهم حوارات ادبيه مع الجزائريين اساتذه والى اخره في الخمسينات وفي الربعينات. الله يرضى عليكم، حاولوا تحيوا هذه السنه هذه، ويكون واحد نوع الاحترام والوقار، ولو ان كانت بالسلطه معينه او اخرى نوع من التصعيد، على الاقل احنا نبقاو في واحد الامور اللي هي واقعيه واللي هي حقيقيه. فوالا تفضلوا يا سيدي. اسمحوا لي ما بغيتش ناخذ الكلمه لان عطيونا الكلمه للاخوان. طيب هو الاساس. سي عبد الله وي كان عندي واحد السلام عليكم مره اخرى. غير بالنسبه عندي واحد التعقيب ومداخله في هذا الشيء اللي كان في الاخير. الاخ اللي كان نزل ذاك الجزائري قال لك بانني انا قلت بان امير عبد القادر خائن. انا قلت له كاين في الدراسه التاريخيه كل واحد كيفاش يعتبر الطريقه ديالو باش يعني تم الاستسلام ديالو، وكل شيء الامور اللي وقعت من بعد والنفي ديالو الى اخره. انا ما اتهمته لا بخيانه ولا بعدم الخيانه، وهضرنا على قضيه انه حاول تاسيس الدوله الجزائريه الحديثه، ولكن فشل، ليس يعني كما نقولوا بالاراده ديالو، وانما كانت اراده الاستعمار المنطقه، كانت اراده قويه. وهذا اللي باش نرد على الاخير الجزائري اللي كان يهضر على قضيه ما نسيئوش، ومن الشيء يهضر على قضيه القراصنه، وحنا نعرفوا بان في الادبيات ديالنا كنا نسميوه الجهاد البحري، ولكن حنا اللي باغيين نهضروا عليه ونقولوها الاخ الجزائري نتمناه باش يقولها في بثوث الجزائريه.
احنا ماشي احنا اللي بدينا هذه الحرب الاعلاميه، رغم اننا نعرفوا بان كاين كثير من الامور اللي احنا نروجوها احنا ولا نتوما غلط وفيها تجاوز للتاريخ ولحقائق التاريخ ولحقائق ان ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا. ممكن تختلف العقليات، ممكن تختلف الظروف، ولكن باش نسمعوا حنايا اهانات لمده ربما 47 سنه من الاخوه الجزائريين على قضيه المراه المغربيه، على قضيه يعني الوحده الترابيه، على قضيه عندنا 30,000 جندي اللي ماتت في الصحراء بسبب الجزائر، كل هذا الامر لا يجب ان نتجاوزه. لذلك حنا من نناقشوا امور ربما نبغيو نوصلوا لواحد القواسم مشتركه بيناتنا، ولكن يبقى الحاجز بيناتنا هذه الامور اللي وقعت وكتوقع حاليا حتى مثلا من الاعلام الرسمي الجزائري اللي يتهموننا ويتهموا اسرنا ويتهموا امهاتنا، رغم من حتى الاعلام المغربي يدير نفس الشيء، حتى الاعلام المغربي يدير نفس الشيء. ممكن خليني نكمل، خليني نكمل. الاعلام المغربي الرسمي عمره ما ذكر الجزائر لا بالزينه ولا بالشينه، ممكن المواقع وداك الشيء، وكان حتى طلب ديال السلام عليكم. السلام عليكم. انه ما يدخلش في هذا الصراع، ودخول في هذا الصراع للاسف. ممكن الاخوان التلفزه الرسميه خليني غير نكمل وتكلم الاخ. قلت لك بالنسبه للمداخلات اللي كانت تجي في البلاغات اللي عند التلفزه الجزائريه، يعني بشكل رسمي تهم المغرب في امور، في انه دوله الرذيله وكذا وكذا. لذلك انا كنقول لك يا اخي، راه ربما المغرب حاول ما امكن انه ما نوصلوش هذه المرحله ان الشعب هو اللي يتولى امره. درك راه الشعب اللي يرد عليكم، لان علاش تاذى كثير من كلامكم، تاذى كثير ولا زال يتأذى. ما غاديش نقول لك حتى بريء تدخل في هذا المنطق هذا، حتى تلقى الشعب الجزائري يرد عليكم، حتى الشعب الجزائري راح يرد عليكم. ما بقاش النظام، هذا هو المشكل. وانا قلت هذا هو المشكل اللي راه واقع اليوم. الفتنه هبطت للشعب، ولكن شكون اللي سقطنا في هذه الامور؟ سقطنا هو النظام ديالكم. لا النظام ديالكم، احنا كنا صابرين، ما كانش شي صابر. انتم هما اللي وصلتونا لهذا. طيب باش نخرجوا من هذه الحلقه. حقائق معروفه باش ما تحاولش تغيرها ولا تحاول تقول لنا امور اخرى، راه هذا الشيء هي الحقيقه. طيب سي عبد الله شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم سي عبد الله. سي عبد الدقيقه. السلام عليكم. بالعقب على انا اللي قال ما عندكمش تاريخ. خويا كون غير كلمه واحده ونعم. تفضل. قول غير كلمه لعبد الله وجماعه المغاربه اللي رامين. انا عقب على اللي قال لك الجزائر ما عندهمش تاريخ. انا جدي الامير عبد القادر وهو جده اليوطي. لا ديفيرونس كبيره. كلام فارغ هذا. خلي نهضر. قال ما عندكمش التاريخ. هذه انا ولكن اسمح لي واحترم اخويا اللي يقول منك يا صاحبي. ونقول لك الامير عبد القادر هو مؤسس الدوله الجزائريه. اسمح لي يا اخي، كلامك ما عجبنيش بكل صراحه. نبعدوا منه. ممكن تكلم اخي؟ ممكن تفضل اخويا باش نعطيك الكلمه الموحى. تفضل مطر. واخا خويا. السلام عليكم بعد الاخوان. وعليكم السلام. عواشركم مبروكه وندخل عليكم باش ما تمنيتوا ان شاء الله تعالى، وعيد مبارك سعيد. هذه اول حاجه. ثاني حاجه نحيي الاخ جمال يعني على الروح الوحدويه اللي عنده وعلى العقليه حقيقه اللي ما افتقدناها في هذه اللايفات. وانا مغربي وكندخل وكنتكلم في هذا الروح الوحدويه بين الشعوب. فلن اسلم لا من المغاربه لا من الجزائريين. فالصراع والاحتقان اللي وصل بين المغاربه والجزائريين حقيقه كيضر في الخاطر لواحد الدرجه ما كتصورش. اول مره كندخل واحد اللايف اللي يدعو اللي كيناقش بروح اخويه وروح اسلاميه. يعني كنشكركم على هذا الطرح بهذه الطريقه، هذه الطرح بهذا النفس هذا. هذه اول شيء. ثاني شيء كنتكلموا على مساله مهمه، وهي مساله عقليه المغربي والجزائري. انا شخصيا بحكم انني مغربي وشفنا الجزائريين في الغربه، وبحكم انني كنت كندير بلاصه برا المغرب بحكم التتبع ديالي كره القدم الفريق ديالي، كنت كنتلاقاو مع الجزائريين، كنمشيو للجزائر، نمشيو لتونس، نمشيو لمصر. فالشعب الاقرب الى الشعب المغربي عقليه وتقاليدا وحتى ظلما من طرف الانظمه وحتى في كل شيء هو الشعب الجزائري. ما كنلقاوش
واحد الفرق كبير بين واحد 99 ولا 98% ما بين العقليه المغربيه والعقليه الجزائريه هي بحال بحال، وكتبان بزاف في الغربه، كتبان بزاف في الجزائر، في فرنسا في اسبانيا في ايطاليا في الغربه. فحقيقه ومهما حاولوا الانظمه انهم يزرعوا هذه الحقد وهذه الصراعات ما بين الناس، فالله تعالى متم نوره ولو كره الكافرون او كره المجرمون. يعني هذه مساله خصنا راه 90% من الشعبين كيحبوا بعضيات، واللي تحت سيطره الاعلام في البلدين يعني راه ضحيه. الاصل فينا احنا كمنطقه ومكون واحد، منطقه المغرب الكبير مكون واحد، مكون امازيغي قديما، ثم في ايام يعقوب منصور الموحد جاوا بنو من العرب، من القبائل العربيه الثلاث اللي بنو سليم بنو معقل وبنو هلال، فولات المنطقه فيها مكون عربي ومكون امازيغي. هذا المكون العربي والامازيغي في المنطقه كامله الدليل على انه مكون واحد، ماشي دول وهميه اللي كاينه دابا، مكون واحد. فاش كتجلى هذا المكون واحد هو انهم كاملين متحدين في الدين وفي المذهب وفي العقيده وفي كل شيء، حتى في العادات وفي التقاليد. دونك اسمح لي دخل علينا واحد اجنبي. انا دخلت السلام عليكم، راني نسمع. لا اسمح لي راني رايح. حبيت نشكر الاخ نعيم والاخ الاستاذ جمال، وبارك الله فيكم. وان شاء الله راني ندير لك ابوني نعيم ان شاء الله. كي دير تعاود دير لايف ولا راني نعاود نولي. هذا مرحبا بك، شكرا يكبر بك. وبارك الله في الاخ اللي راه كان يهضر درك الان، يعني كان يهضر بحكمه بساجيس، كومون دي افيك ساجيس. اكزاكتومون صحيح وجزت بخير. وحقيقه كيبان لي هذه الاخوه المغاربيه في كتجلى. ملي كندخل مع انا كنتفرج كره بزاف وباسوني بالكره، يعني كتلقى المغاربه عارفين على الجزائر، على الفرق الجزائريه وعلى القوى الجزائريه، والجزائريين حتى هما عارفين على المغرب كذا. يعني كتلقى واحد الوحده ربانيه كاينه. يعني راه مهما سعى الناس انهم يفرقوا بيناتنا، راه خصنا نزعلوا حنا كشعوب وكنخبه مثقفه او نخبه عندنا شيء من الثقافه، خصنا ننفخوا في الباب ديال الاخوه وباب ديال المحبه بين الشعبين، لان هذا الشيء ولا كيمرض. هذا الشيء اللي ولا بين دابا والسبان والمعيار وكذا ولا كيمرض. هذه اللي باغي نقول. اما كيف كنوع المكون على المكون المنطقه هو مكون واحد. حتى الاخ كيتكلم على القومي الجزائري والاخر موريتاني والاخر، راه مفهوم الدوله قديما ماشي مفهوم الدوله حديثا. راه حديثا راه ما كانش الموريتاني كيعتبر راسو موريتاني، وما كانش الجزائري كيعتبر راسو جزائري بمفهوم الدوله الوطنيه الحاليه. راه كانوا كاملين كيعتبروا راسهم مغاربه، كاملين مغاربه مسلمين. فالدوله كتبنى على قبيله، اما قبيله النهاج كتبني مرابطين ومصموده كيبنوا موحدين، والاورابه بنوا ادريسه والى اخره. فهاد القبيله كدير واحد المناعه في واحد الدوله وكدير واحد الجيش، وداك الجيش الا كان قوي راه كيدخلوا ليه المسلمين كاملين في المنطقه. فدائما كان مفهوم الدوله القبليه لا علاقه بمفهوم الدوله. تقولش لي الاخر شنقيطي موريتاني، تقولش لي بنجات فين شنقيطي ولا بنجات فين مسلم مغربي ينتمي الى المغرب الكبير من قبائل شنقيط بحق المفهوم القديم للدوله. اما الدوله الحديثه انا كيبان لي اكبر مشكل حنا عايشينه هو اننا انتمينا وجدانيا لدول وطنيه صنعها المستعمر. هذه الدوله مفهوم المواطنه، مفهوم الدوله المواطنه اللي كاينه دابا، الدول الوطنيه هي مفهوم استعماري بان مع الثوره الفرنسيه وبان مع الحرب العالميه. ما يعرف بالحرب العالميه الاولى كيسميوها هي سقوط امبراطوريات وبدايه الدول القوميه. حنا مشينا في هذا النسق العالمي وحنا ما خصناش نمشيو فيه. نورمالمون خصنا نرجعوا للمبدا ديالنا والدين ديالنا اللي تقول لنا انما المؤمنون اخوه، كما كانوا المؤمنون مغاربه جزائريين شينوا جابوني هندي، مسلم خوك. والولاء والبراء تيكون على اساس هذه الاخوه هذه، مش على اساس مواطنه اللي حنا منها. المواطنه ما كايناش اللي نتكلموا حنا فلسفيا. هذه الدوله الوطنيه، الوطن اللي بناه لنا المستعمر بحدود بخطوط اصاحبي، كنولوا حنا كنموتوا عليها. راه كتجي لنا غريبه هذه. حنا غنموت على خويا المسلم كما كان، على كتاب الله، على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هادشي اللي خصني نموت عليه. اما العنصر القبليه والعروبه والامازيغ، المعاني كلها معاني كيبان ليا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي شاف الاوس والخزرج كيتضاربوا قال لي يا الاوس قال لي الاخر يا الخزرج، قال لي دعوها فانها منتنه يعني مسخه مجرتله. طيب شكرا اخويا متضرر، شكرا. حميد دوش عفوا حميد دوش. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي. انا كنت باساجي على كل حال. دخلت كان بدا واحد خونا الله اعلم وقال من فاش بداها مع الاول
شابه هايله ما شاء الله. قال لك هابط من فاس 4 ساعات نبدا نوصل كذا، بدا شغل يمد واحد الاكسبليكاسيون هذيك اللي شدتني على بالك. في ساعه ضرب باجا واش تسمع، اسكو تكروشي ولا ما تكروشيش سوا. ومن بعد تخلطت شويه، ومن بعد جا واحد الالجيري هضر ما شاء الله، وخونا هذا اللي هضر ثاني يا خو ما عندي ما نسى الله يبارك، خونا المغربي ثاني هضر ثاني فريمون هضروا يعطيهم الصحه ما خلاو ما يزيدوا. هذه هي حبيبي، وان شاء الله مبروك عواشركم كاع يا جماعه. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وصحة عيدكم ان شاء الله. وهذه هي، وراني نابوني معكم جماعه. مرحبا بك، مرحبا بك. موحى الزياني. صافي الا تقدر تهبطنا يا شيخ، ما نعرفش بزاف سيستم. مرحبا، انا نهبطك. شكرا اخويا، بارك الله فيك. صحيت، الله يحفظك. فيك بارك. تفضل موحى الزياني. السلام عليكم. كتسمعنا اخويا نعيم؟ كنسمعوك خويا، كنسمعوك. تفضل. انا بقات لي 10 دقائق ونحبس اللايف. تفضل. غادي ما نطولش. تحيه ليك بعد هذه المنصه ديالك، كتبقى متميزه رغم ان المشاهدين كيبقاو فيك، كتبقى متميزه بزاف. شكرا لك، راك انسان عزيز عندنا. الله يحفظك. انا ملي بديت قبيله كان شويه على التاريخ والمغرب. هو منين كنشوفوا التاريخ الا شفنا له الشق السياسي غادي نختلفوا بعين السياسي، يعني بواحد الزاويه سياسيه. اما الا كنا بشكل محايد بشكل اكاديمي كتكون الامور واضحه، ما فيهاش يختلفوا فيها اثنين. زعما بالنسبه للاخوان الجزائريين ماشي استنقاص، راه هذه في امهات الكتب كما كنقولوا، راه ماشي حنا اللي كنقولوا. اكروه وزير جزائري شنو كيقول، وماشي كنفخروا ولا زعما كنتفخروا على الاخرين. لا حنا ما عندنا دخل في هادشي لقيناه ورثناه وكيبقى للتاريخ. من البرقواطه الادارسه المرابطين الموحدين السعديين القصبيين العلويين المرينيين. ولكن الاخوه الجزائريين راه ماشي استنقاص، بالعكس كتبقى مفخره لكم، كتبقى مفخره الاخوان الجزائريين. 62 السودة ولا قاره وعندها البترول وعندها البترول وعندها الغاز، وتبقى محطه افتخار لكم. اما البرنامج ما يمكنش تقول لي انه كانت الدوله الزيريه ولا الجزائر سليم ولا الدوله التقوى ولا ما كاينش. اخويا كانت قضائيه الثانيه الدوله الفرنسيه سمعوا دوغول، جنرال دوغول يعني شي واحد اللي ما دي با نامبورط كو ما كيقولش كلام هكذا. Depuis que le temps ça n'a jamais existé d'unité au sein de ce territoire algérien ولا كان النطاق ولا كان في دوله ولا كان. اما ملي كدار في التاريخ هو القرون ديال التاريخ ديال المغرب من قبل الادارسه، يعني الى جا الادارسه برقواطه يعني تاريخ خدو قداش الاخوان الجزائريين. هذا راه ماشي استنقاص، ولكن هذا كتبقى محايد يعني بشكل حيادي، ما فيه معايره ولا كاين شي حاجه. يجي انت تعرف ان الدوله الجزائريه تاسست 1962. ما قبل ذلك لم يكن كانت عثمانيين، وقبل كانوا البيزنطيين رومان دول عرب، وجات فرنسا عن طريق الاستفتاء. والسلام عليكم اخويا نعيم، وتحياتي ليك بزاف. شكرا اخويا، بارك الله فيك. سي عبد الرحيم عز عندي بزاف، والله الا عز عندي بزاف، غير الصوت ديالك، النبره ديال الصوت ديالك كتدخل للقلب. الله يحفظك اخويا، الله يحفظك، الله يكبر بك. شكرا سي عبد الرحيم. عليكم السلام. من بعد انا عطيت سي جمال يختم، دير لنا شي خاتمه زوينه. تفضل السي عبد الرحيم. الله يبارك فيك. تشكر الناس اللي حاضرين معنا، وسي نعيم تنشكرك على هذا البرنامج هذا. عندي واحد التعقيب على الجزائري اللي يطلع دابا. تفضل سي نعيم. كنسمعوك اخي، تفضل. انا عنده مشكل. طيب سي جمال
تفضل. ايوا اش غادي نقول لك، مع الاسف المهم القيس غادي يحبس لان عندك التزامات. على أي حال، انا القضيه اللي خصنا نوصلوا لها يعني جميعا، يعني انا كنتكلم على وانا قبل كل شيء على المغاربه، كنطالبهم باش يكون عندهم واحد النوع من الموضوعيه وواحد النوع من الالتزام الفكري، يعني لونيتي انتيليكتويل. الاخوان الجزائريين في الغالب كتلاحظ هذه القضيه، ولو انك ما تكلمش على تاريخ الجزائر، التاريخ ملي كتكلم على التاريخ والتسلسل ديال تاريخ المغرب بجميع بالهفوات ديالو بكذا الى اخره، بحال اللي كيتجرهم الامراض. شفت انا كنت كنتكلم في القرن الألف ميلادي، والاخ جا كيتكلم على محضره في 1921. فهمتي بون، يعني حتى الضبط عندهم شويه قليل مع الاسف. انا ما كرهتش لو كان بقينا ونوضحوا هذه المسائل ونوضحوا واحد العدد الامور، وكيفاش الدول ونقارنوا حتى مثلا كيفاش كان الحكم يتداول في فرنسا، يعني باللي كابيسيان الى اخره، فهمتي، وكذا واش كان كيوقع. نقدروا نديروا غدا ان شاء الله، ونديروا موضوع فوالا مع السبعه، الدول، يعني نتكلموا على الدول الحكم كيفاش داز. فوالا الدول الامبراطوريات القديمه، نهضروا حتى على الامبراطوريه البروسيه وكيفاش كانت كتنتشر وكيفاش كتقلص وكيفاش كتزيد اتساعا الى اخره. وهو نفس الطوبوغرافيا، الا بغيتي على في القضيه ديال تطبق على القضيه الجغرافيه، هي نفس الطوبوغرافيا اللي كانت كاينه بين الدول ديال يعني ما قبل الثوره الفرنسيه، فهمتي، هي نفسها بالضبط، فهمتي. يعني بحال الاخ قبيله اللي طلع حشوم عليه يقول ولاد اليوطي، واليوطي جا في 1912 للمغرب ومشى بحالو في عام 1923، ولد هو 40 مليون المغاربه اللي كاينين اليوم. اتق الله يا اخي الكريم، تمس انت بالناس كاملين، فهمتي. وكان اون بليس راجل في نهايه حياته، فهمتي، عنده 70 سنه، فهمت. يعني واحد الاخلاق، يعني لا وحتى المغاربه راه كنلومهم على هذه المسائل. انا سيدي انا ما عندي غرض. شوف، انا كاين واحد النظام قائم، ما كيهمنيش يكون مستقل او يكون مرتبط بالعثمانيين او هذا، لا يهمني. على اي حال كان وقع انفصال في 1507 من الناحيه السياسيه، بيان سور ماشي من ناحيه العلاقات العائليه وكذا والتبادل الى اخره، ولكن وقع انفصال من الناحيه السياسيه. كفى بالله شهيدا. نقدروا نهضروا في المرحله المتاخره مثلا على القضيه ديال الصحراء المغربيه الشرقيه، ثاني كانت ممتده بالتوابع التاريخيه بكذا الى اخره، ما كاين حتى شي مشكل. انا شخصيا مثلا بحال بعض الاخوان المغاربه اللي كيقولوا، انا ما عمرني ما قريت بان عبد القادر الجزائري كان خائن، عمرني في حياتي. انا اللي كنعرف كاين شارع عبد القادر الجزائري في المغرب، كنعرف باللي كاين العقبه الجزائر في الرباط، كنعرف باللي كاين محطه القطار في المغرب سميتها عبد القادر الجزائري. انا اول انسان اللي غادي يقول لي بان عبد القادر الجزائري كان باصوني وترطلو في وجهه، اقسم لك بالله هو جزائري، هو جزائري. وقال لي لا، هذه قلت له لا، ومازال كنعقل كنا قاعدين في انتغاص انا وياه، وهو يجبد لي هذه الهضره هذه. وشحال هذه واحد 4 سنين ولا هذه، والله الا ترتلو في وجهه، لان بون ما كنتش، فهمتي. لان انا بالنسبه لي كان عارف باللي كاين اتهامات فيما يخص هشام بن عبد الرحمن معاه، عبد الرحمن بن هشام الى اخره، ولكن بون هذيك عارفها قصص عاد تحدثت حتى ل 66 اللور، بون فهمتي. بون ولكن المهم انا بالنسبه لي في الضمير ديالي العميق ما عنديش هذه الرؤيه هذه نهائيا، ما عمرني ما اسمع عليه. وما في الحقيقه هذا التصعيد اللي صار يعني من طرف النظام في الجزائر، واللي بدا بهذه القنابل وهذا كذا، وكيستعمل اون بليس ليتالو كان غير كيستعمل الوسائل الرسميه، يعني عيب حشومه. وها هو ولات الردود، وحنا ما كرهناش نخرجوا من هذه الزوبعه هذه ونمشيو في مسائل اخرى جميعا، مسائل ثقافيه علميه استراتيجيه اللي بغينا كاع، ونخرجوا من هذا الشيء، لان هذا الشيء يعني واحد المستوى دليل. والدليل على ذلك انت كتشوف المسائل الرسميه، الوسائل الرسميه في المغرب، خصوصا الاذاعات، الجرائد، الحكومه، الدوله، رئيس الدوله بنفسه، الملك الى اخره، يعني الصمت المطبق نهائيا، ممنوع تتكلم. غير الاخوان الجزائريين غير واحد القضيه، ملي كان الحراك سي بزوار كان وزير التجاره، وزير الخارجيه، وكان وزير الاقتصاد السابق، مشى غير قال 2 كلمات، طلب منه الاستقاله مباشره، 2 كلمات لا اقل ولا اكثر. فعلا. مع العلم انه كان عنده الحريه باش يهضر، لانه ما كان لا وزير، لا عنده مهام سياسيه، ولا هو رئيس المؤسسات التجاريه في المغرب، مواطن بحال اي مواطن اخر، ومع ذلك ارغم على الاستقاله. اش كنقول لك، يعني الانسان خصو الناس بعدا، والاخوان ديال الجزائر خصو معاهم هذه القضيه هذه، ويكونوا يعني واقعيين، ونهضروا في اطار واقعي، وننهيو هذه المسائل هذه ونمشيو لمسائل اخرى. لا، وحتى هاد النقاشات واخا كتكون مواضيع حساسه، راه لا باس، مزيان نناقشوا التاريخ والمسائل، ولكن ملي كتسالي النقاش باحترام وبادب، واخا كاع ما نتفقوش، هاي كاع فهمتي،
هذا هو اللي غيخرجنا من هاد القوقعه هذه ديال السب والشتم بيان سور والمسائل بيان سور. هو المطلوب ماشي تتفقوا، المطلوب هو نشوفوا شوف ربي سبحانه وتعالى عطانا العيون في وجهنا القدام، ما عطاهمناش اللور. لو كان بغانا نشوفوا اللور يديرهم لنا اللور، يا على الله سبحانه وتعالى وحل صعب عليه باش يدير لنا العينين اللور ونشوفوا بهم الفوق والتحت والقدام واغوش وادروات الى اخره. لا هو دار لنا العيون، دار لنا القدام وعطانا واحد لا سونسيبيليتي، واخا كيكون واحد عليه يعني دي با دون طون شون دو فيزيون كتشعر به. واحد الشيء اكسترا اوردينير فانتاستيك. اذا الانسان ما عمره ما يسب المستقبل، فهمتي ولا لا؟ وخص الناس يتعودوا على هذه المساله. ان شاء الله. اذا غدا ان شاء الله نديروا موضوع عاوتاني كما كان افيك بليزير افيك بليزير ندويو واقيلا كاع على الدوله العثمانيه والى اخره. نعم السي محمد. طيب السي جمال والله الا شي واحد اللي كيهضر واحد تسلسل الافكار، واحد المنطق فيه شويه المنطق في الكلام، ونتمنى نسمعوه بزاف. نتمنى كانك دير معاه شي حصه اخرى ونسمعوه مزيان. وهذا المنصه ديالك السي نعيم، هذه المنصه ديال نتمنى تبقى هكذا، ما يبقاش فيها السب وما يبقاش، وباقي يكون واحد الفكره التاليه. ونقول لكم بسلامه، يمكن اخواني يمكن عندهم خلط ما بين الجغرافيا وما بين شي كيان سياسي فوق الجغرافيا. الجغرافيا الجزائر راه موجوده منذ ان خلق الله الارض، اما شي كيان سياسي كان موجود ومستقل بذاته وعنده جيش وحكومه وحدود، هذا فين نختلفوا. اما الجغرافيا راه كانت موجوده، الجزائر كانت موجوده منذ خلق الله الارض. والسلام عليكم. وعليكم السلام. اذا الاخوان شكرا، بارك الله فيكم. الى الغد ان شاء الله نحاول ندير شي موضوع نناقشوه بكل احترام وبكل ادب. وعواشر مبروكه والى اللقاء. عواشركم مبروكه السي جمال. السلام عليكم. وعليكم الله سيدي، مع السلامه. الله يعاونك.